سطح البحر مخبي لينا واحد البلاصه زوينه كتسنى اللي يكتشفها. اذا بغيتي تشوف الكائنات المائيه عن قريب ولكن ما كتعرف شنو هما التقنيات، خاصك تعلم سكين دايفين. الفرق بين سكين دايفين وسنوركلين هو انه سنوركلين كتمشي فوق الماء، سكين دايفين كتحبس النفس ديالك وكتهبط تحت الماء باش تشوف الكائنات المائيه اقرب. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه سكوبا فيلر. اذا عجبك المحتوى كليك لايك سبسكرايب وشارك الفيديو مع اصحابك. انا فاطمه الزهراء مدربه غوص. اليوم غنهضروا على سكين دايفين او الفري دايفين اللي كيكون ما غارقش بزاف. غنهضروا على الاساسيات والتقنيات باش تقدروا ديروا سكين دايفين. الا كنتي عمرك ما درتي سنوركلين او الفري دايفين تفرج في الفيديو اللي درت على السنوركلين باش تعرف شنو هما الخطوات الاولى اللي خصك تعلم. معدات سكين دايفين الاساسيه هما الماسك، سنوركل والزعانف او الفينس، وكنا هضرنا عليهم في الفيديو ديال سنوركلين اللي غتلقاوه هنا. هاد المعدات غنزيدوا عليهم حوايج اخرين باش يمكن لينا نديرو سكين دايفين. من المعدات اللي خصنا نزيدو هي الكومبين على حسب الحراره ديال الماء، وعندنا السمطه والثقل. عندنا الاسم بي هذه كتخلينا نديرو علامه على البلاصه فين كاينين باش يسهل على البطوات انهم يشوفونا ويتفاداو هذيك المنطقه اللي فيها حنايا. كاين كذلك واحد سترة النجاة خاصه بالفري دايفين وهي هذه، كنفخوها بالفوم ملي كنبغيو نبقاو فوق سطح البحر وكنفشوها ملي كنبغيو نهبطوا. دابا غنوريكم كيفاش كنصايبوا السمطه ديال الثقل. طريقه سهله، كنحلوا السمطه ديالنا وكندخلوا الثقل من واحد جهه وكنخرجوا السمطه من الجهه الاخرى. البلاصه ديال الثقل اللي مسطحه هي اللي خاصها تكون لاصقه على الظهر ديالنا، والثقل خصو يكون موزع بالتساوي على الجسم ديالنا. كيفاش كنحسبوا الثقل؟ كاينه قاعده عامه هو انه بكومبين ديال 5 ملم في السمك كنديروا 10% ديال الوزن ديالنا، اي ان الى الواحد فيه 70 كيلو مثلا، الى لبس كومبين ديال 5 ملم غادي يزيد 7 كيلو. حاجه مهمه غنقولها لكم باش نحيد عليا المسؤوليه هو ان هاد التمرين بالثقل لازم يكون معك واحد بروفيشنال اللي كيقري سكين دايفين او الفري دايفين. انا بالنسبه لي لانني لابسه الراش جارد اليوم غندير 2 كيلو. هاد المساله هذه كتبقى على حسب نوع ديال الجسم ديال الانسان، كل ما كان الجسم فيه عضلات اكثر كل ما احتاجينا وزن اقل. كاين الناس اللي يمكن لهم يهبطوا تحت الماء بسهوله، يمكن لهم يستغنيو على الثقل الزايد. اداه الطفو او ستره النجاه اللي كنا هضرنا عليها كتنفخ وكتفش بالفم، كنفخوها ملي كنكونوا فوق الماء وكنفشوها ملي كنبغيو نهبطوا تحت الماء، وحتى هي يمكن لينا نستغناو عليها اذا كنا غنكونوا مرتاحين فوق الماء لمده طويله. ندوزو دابا الهاند سيجنالز او كيفاش كنهضروا ملي كيكونوا وجهنا في الماء اولا ملي كنكونوا تحت الماء. في سنوركلين عامه وسكين دايفين كيكون ساهل الا كان وجهنا في الماء وما نحتاجوش نبقاو نطلعوا وجهنا ونهبطوه، فلهذا كنستعملوا الاشارات ديال اليدين باش نهضروا مع الصديق ديالنا اللي مرافقنا. هاد الاشارات سهله، هي نفسها اللي كنستعملوا في الغوص، غير هو في الغوص عندنا اشارات اكثر. سكين دايفين كاين هاد العلامه اللي هي اوكي. العلامه اوكي هي بجوج سؤال وجواب، يعني اللي قالها الاول كيسول الاخر واش هو مزيان، كتجاوب مزيان
اولا شي حاجه ماشي هذيك، وكتوري له شنو هي الحاجه اللي ماشي هذيك. الحاجه الثانيه هي انت انا، من بعدها كاين نهبط نطلع. فمثلا انت هبط ولا انا نهبط. هادو كيبقاو هما الاشارات اللي غنحتاجو. ندوزو دابا لواحد الموضوع اللي بزاف الناس كيسولوني عليه وما كيفهموش، هو الودنيتين. بزاف كيقولوا لي انا ملي كنهبط الماء كيضروني ودنيتين، كنحس براسي كيحرقني. هذه حاجه عاديه اذا ما كنتيش كتعرف التقنيه اللي خصك دير. ملي كنمشيو تحت الماء فكيكون الضغط ديال الماء اللي كيضغط لينا على الودنين، على الطبل ديال الودن خاصه، وهذاك الطبل ديال الودن كيبدا يدخل شويه لداخل، وهي اللي كنحسو بحال الراس كيتزير. فهاد القضيه مهمه جدا لانه يداخل ليناها كتسبب في حاله صعيبه ديال ثقب ديال الطبل ديال الودن. شنو كنديرو باش نحيدو هذاك الالم؟ كنديرو شنو كنسميوه بموازنه الضغط. تقنيه سهله هي كنسدو النيف ديالنا وكنحاولوا بحال نعكسو بحال هكا. كتشد النيف ديالك كتسدو، تسد الفم ديالك بحال كتعطس. كل ما هبطنا كل ما درناها حتى كنوصلوا للعمق اللي بغينا. ديك الساعه الا ما تزادش العمق ما كيتزادش الضغط، اذا ما كنحتاجوش نديروها. كنحتاجو نديروها كل ما بقينا غاديين لتحت كل ما تزاد الضغط. هذه ما كنديروهاش ملي كنطلعوا الفوق لان الضغط كيتوازن طبيعيا. موازنه الضغط ديال الودنين باش تصدق خاصك تكون في حاله عاديه. الا كنتي مريض مثلا عندك الساينسس مرض اولا كان ضاربك البرد مثلا ما كتصدقش، كيكون ممنوع الغوص. دابا غنقول لكم بعض النصائح ديال سكين دايفين. اول حاجه ما ديرش سكين دايفين او الغوص الا كنتي مريض كانوا القنوات ديال نيفك ودنيك او حلقك مسدودين. تاني حاجه ما تمشيش بوحدك. ثالث حاجه الا مشيتو من الشط ما تبعدوش على الشط بزاف، ديو معكم الاس ام بي، او الا كنتو خارجين برحله بقريب ما تبعدوش على الباطو وتبعوا الجايد. ندوزو دابا للتطبيق. كنلبسوا المعدات ديالنا كيف ما وريت في الفيديو من قبل، وكنلبسوا الصمطه ديال الثقل اذا كنا غنستعملوها. كنسدوها وكنخليو الطرف ديالها الاخير مطلوق، فاش الا كانت اي حاله طوارئ نقدروا نحيدوها بسهوله. وفي هذه الحاله لازمنا نشوفوا في الاول واش ما كاين حتى حاجه اولا شي واحد اللي غادي يتضرر في القاع. الخطوات ديال سكين دايفين هي كالتالي. كنبداو بوضعيه مرتاحه وجهنا في الماء، كنتنفسوا مزيان، من بعد كنعطيو علامه الاوكي والهبوط. من بعد كناخذوا نفس عميق كنحبسوه، كنحيدوا انبوب التنفس، كنوازنوا ضغط الاذنين، كنعوموا واحد شويه، وملي كنبغيو نطلعوا كنديروا ايدينا الفوق وكنديروا دوره باش نشوفوا واش كاين في سطح البحر. كنطلعوا كنتنفسوا مزيان وكنرجعوا انبوب التنفس. الوضعيه حتى هي مهمه. كنبداو بوضعيه مستقيمه وجهنا في الماء، من بعد كندفعوا النصف ديال الجسم الفوقاني لتحت، ومن بعد كناخذوا وضعيه عموديه باش نهبطوا لتحت بسهوله. من بعدها كناخذوا الوضع الافقي ديال السباحه، وما ننساش اننا نوازنوا ضغط الاذنين كل نصف متر تقريبا. نستمتعوا بالمناظر اللي كاين تحت، وملي نبغيو نطلعوا نهزوا يدينا الفوق وندوروا. نعاودوا نشوفوا مره اخرى المراحل.
هذا هو الفيديو والدرس ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم. استمتعوا بالبحر وما تنساوش ديروا لايك، سبسكرايب، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وشاركوا الفيديو مع صحابكم اللي تبغيو ديروا معاهم سكين دايفين. كيف العاده الا عندكم اي سؤال خليوه لي في كومنتس. مرحبا، نتلاقاو في فيديو جاي. Take care.